عايزين بقى تحلوا بعد الفطار وبعد السحور وحتى تاكلوها بين الفطار وبين السحور. القطايف اللي ما تتنسيش ابدا في رمضان، الملك في رمضان، ملك التحلية في رمضان. تعالوا بقى اوريكم هنعملها ازاي. اول ما نفكر في القطايف على طول يبقى هنفكر في نعمل السيرب، والسيرب عشان ينجح معاكم كويس لازم يكون معيارين سكر ومعيار ميه، ايا كان المعيار اللي انتوا هتعملوه، وطبعا ده حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها. ده كيلو سكر معانا، وده بالظبط نص لتر ميه، ومن غير تقليب ومن غير حاجه خالص نسيبه كده لغايه ما يغلي. وطبعا كده احنا سيبناه مع نفسه يغلي السبع 8 دقايق بتوعنا، وكده القوام بتاعه بقى كويس. لما يبرد هيبقى القوام بتاعه ممتاز جدا. نعصر بس عصرة ليمونه كده، نص ليمونه بس، نص ليمونه بس كده، وكده نرفع من على النار ونسيبه يبرد خالص. اهم حاجه يبرد خالص ويبقى بارد جدا، لان السيرب او الشربات لو كان سخن يعجن على طول القطايف بتاعتنا. فكده نسيبه يبرد بقى ونبتدي نكمل الشغل التاني، وندخل بقى على الحشوات اللي احنا هنعملها. الحشوه الاولانيه حشوه بسيطه خالص، اي مكسرات عندك في البيت حتى لو سوداني وجوز هند بس مفيش مشاكل، سوداني وجوز هند وزبيب مفيش مشاكل. في مكسرات تانية برضو ممكن نضيفها. اهم حاجه في الحشوه دي انك انت ما تجرش المكسرات لدرجه ناعمه، تبقى نص قرشه كده، يعني تبقى في الوضع ده كده بالظبط. فنشغل الهاند بلندر شويه صغيرين كده، كده حلو قوي كفايه عشان ما تنعمش ازيد من اللازم. في نفس الوقت على فكره لازم تكون مجروشه عشان ما تفتحش القطايف وهي في مرحله التحمير. نخلط الحشوه دي بتاعتنا، ناخد مثلا كده سوداني، الزبيب نزود منها شويه، عليهم معلقتين كده جوز هند، معلقتين ونص، 3 زي ما حضراتكم عايزين. وطبعا توليفة المكسرات دي بترجع لست البيت تعملها زي ما هي عايزة، تشوف الأحسن إيه، أو أفراد البيت بتاعتها أو أفراد أسرتها بتفضل إيه وتبتدي تشتغل عليه. كده تمام قوي. عندنا بقى هنا نقدر نحط معلقه لبن ونقلبها كويس عشان تمسك في بعضها، كل ده عشان المحتوى يبقى متماسك، او معلقه عسل، او حتى معلقه عسل من العسل المحلول اللي احنا عملناه اللي هو الشربات بتاع القطايف. هناخد كده معلقه عسل، وبرده ما نكترش زياده عن اللزوم عشان ما تفكش مننا، ونبتدي نقلب التقليبه دي ونشوف هتماسكت ولا لا. محتاجة لسه شوية، نديها شوية كويسين كده، تماسكت وبقت زي الفل. تعالوا بينا بقى نعمل العجينة بتاعة القطايف. العجينة بتاعة القطايف ببساطة شديدة جدا هيبقى معانا كوبايتين دقيق منخولين، كل ده منخول، معلقتين سميد او 3، نحط المكونات الجافة على بعضيها كده كفاية قوي، معلقة سكر، بيكنج باودر معلقه برضو كده، يعني رشه ملح صغيره، وبيكنج صودا رشه صغيره خالص حوالي نص معلقه صغيره، والعجينه الفوريه معلقه صغيره، والميه يعني حوالي كوبايه ونص كوبايتين ميه. فاحنا هناخد بالتدريج عشان نشوف حسب نوع الدقيق بياخد ميه قد ايه. نبتدي كده نحط الميه بتاعتنا، او نحط الاول شويه معلقتين 3 لبن، وممكن قوي كان يبقى معلقه لبن مجفف. نخلط المكونات الجافه دي مع بعضيها. هنبتدي بمضرب السلك كده، وبعد شويه نشتغل بمضرب الهاند بلندر، او نستمر بمضرب السلك مفيش مشاكل، ده ينفع وده ينفع. نبتدي ندخل بالميه بتاعتنا، الميه الدافيه طبعا، وطبعا اتفقنا ان كل نوع دقيق بياخد ميه مختلفه عن التاني، فاحنا حطينا الميه بالتدريج، ولو احتاجنا ميه هنحط. نبتدي نشغل الهاند بلندر شويه، نضربها بس كده من دقيقه لنص لدقيقتين. بعد تقريبا ربع ساعه او تلت ساعه
المهم ما نسيبهاش كتير لانه ما ينفعش نسيبها كتير. هنبتدي نصفي العجينة بتاعتنا. وبعد ما صفينا كده العجينة معانا ندخل بقى على مرحلة التسوية. وبعد ما صفينا العجينة بتاعتنا جبنا ازازة زي دي كده وملناها بالعجينة وهنبتدي نشتغل. جبنا حاجة تيفال كده عشان تبقى نون ستوك، ونبتدي نحط فيها العجينة بتاعتنا. بس كده كفاية. بعد كده اول ما الابيض ده يروح يبقى كده العجينه معانا استوت، نطلعها على طول كده. نطلع بيها ونحطها على فوطه عشان ما تنشفش. نشتغل على طول الشغل بتاعنا. وبعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا هنبتدي دلوقتي نحشي الحشوة اللي بالمكسرات بتاعتنا. المفروض الحشوة اللي هنعملها ما تبقاش كتيرة ازيد من اللازم عشان ما تفتحش في الزيت. وبنمشي واحدة واحدة كده. نفس الحكاية في واحدة تانية، نمشي كده واحدة واحدة ونرجع تاني مفيش مشاكل عشان نحكم القفل بتاعنا. ونعمل برضو كمان واحدة. وزي ما اتفقنا ان الحشوه ما تبقاش زياده عن اللزوم عشان نعرف نقفل عليها كويس. وطبعا لما نيجي نحمر القطايف لازم الزيت يكون زيت غمر، يعني مش زياده عن اللزوم برضو، بحيث ان القطايف تبقى يعني محطوطه في الزيت، يعني مش متغطيه جامد بس تلتينها متغطي على الاقل. ونقلب على كل الجناب بتاعتنا كده. وبعد ما اتحمرت معانا القطايف كده تحميرة كويسة وكله زي الفل، نطلع بيها نسقط على طول على الشربات بتاعنا او السيرب بتاعنا كده كده زي الفل. وبعد ما سقطناها في السيرب كده دقيقتين بس صغيرين ونشيلها على طول. وبعد ما قعدت دقيقتين كده زي ما انتم شايفين اللمعه الحلوه دي، نطلعها على مصفى على طول. واحنا هنفنش الطبق ده كده زي الفل. وبكده عملنا لكم القطايف الحلوه بتاعت رمضان اللي ان شاء الله تحلوا بيها بعد كل فطار وكمان بعد كل سحور. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وسلام.